مساء الخير. من كام يوم كان في بلوجر كان بيقدم محتوى كده وجماعة اياهم يعني اللي بيطلعوا يقولوا اي حاجة في الكومنتات او يستخفوا او يستظرفوا الكومنتات. ابتدوا يتنمروا عليه بس بكثافة. فطبعا البلوجر دوت نزل فيديو وانا هوريه لكم دلوقتي، وبعد كده توفاه الله. اللي هم تعمدوا احزاني ومضايقتي انا واهلي بالتنمر عليا وعلى فيديوهاتي على وسائل السوشيال ميديا، فيسبوك ويوتيوب وتيك توك وغيره 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 وغيره. انا مش هقول لكم غير جملتين: حسبي الله ونعم الوكيل، وافوض امري الى الله. انت ممكن تكتب كومنت او تتنمر على غيرك مفكرها هزار وفكاهة وضحك وكده، او بتعبر عن رايك، بس انت ما تعرفش ممكن تكون عملت ايه في الانسان دوت. في حاجه اسمها كسر القلوب. كسر القلوب، الناس بتوع زمان كانوا يقول لك ما تكسرش بقلبه. علميا اثبتوا ان في حاجه اسمها كسر القلوب، متلازمه القلب المنكسر، ودي غالبا بتاتي بسبب الحزن الشديد. الحزن الشديد بيؤدي الى متلازمه القلب المنكسر. طبعا ده بيبقى اعتلال جسدي للقلب، يعني انسان بيشفى منه بنسبه قليله قوي، بيتوفاه الله. اللي ربنا قدر ان هو يتوفى ربنا بيتوفاه. تعددت الاسباب والموت واحد. بس احنا نحاول ان احنا نقول كلمه طيبه او كلمه حسنه لغيرنا. زي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام: كلمه طيبه صدقه. وربنا في كتابه العزيز بيقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. فربنا هنا أمرنا إن إحنا محدش يسخر من حد مهما كان عيوب اللي قدامي. أنا ما ينفعش أسخر منه، لان ما تضمنش الكلمه اللي انا ممكن اقولها له، الكلمه اللي ممكن اقولها هتجرحه وممكن تعمل فيه ايه. ولو توفاه الله بسببي انا عمري ما هسامح نفسي. فما نأذيش بعض بالكلام يا جماعه في الكومنتات. انت لو مش عاجبك المحتوى اللي الانسان بيقدمه ما تخشلوش، ما تتفرجش عليه، اعمل له عدم متابعه عن فوق. لكن انا اخش اتنمر عليك واخش اقول كلام سخيف يكسر بقلبك والله اعلى واعلم يعني هو توفاه الله بسبب التنمر ده او لا، بس هم اهله رجحوا كده. انا حبيت اطلع اقول لكم ان في حاجه اسمها متلازمه القلب المنكسر. ان الانسان من كتر الحزن الشديد ممكن يتوفاه الله بسبب امراض قلبيه. نسال الله العفو والعافيه، وربنا يهدي الشباب وربنا يهدي الناس اجمعين باذن الله.